اروي عطشك يا حيران، خد لك إزازة بيبسي. تحب تشرب بيبسي يهضم الأكلة التقيلة دي؟ معظمنا بيحب البيبسي، لكن مين منا يعرف صاحب خلطة بيبسي؟ هو الصيدلي الأمريكي كارل برادهام. اخترعه بالصدفة في صيدليته من خلط مجموعة مواد مع ماء الصودا ليقدمه للزباين في أيام الصيف، وده كان عام 1898. براد كان متأكد إن الزباين هتزيد لو قدم لهم مشروب ينعشهم في أيام الحر، وتعرفت خلطته باسم شراب براد نسبة إلى برادهام. بعدها قرر إنه يسمي المشروب بيبسي كولا، لأنه في رأيه كان بيعالج سوء الهضم زي ما بيعمل إنزيم البيبسين، وهو واحد من إنزيمات الهضم في المعدة. وزاد شراء الناس للمشروب، وقرر براد فتح شركة